بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا جاية بخصوص موضوع التغذية للأطفال الصغيرين اللي هم في عمر 3 سنوات تقريبا، واللي هم ضعاف قوي قوي وما بياكلوش ووزنهم أقل من الطبيعي وفي يبقى عندهم مشكلة في النمو. فأنا فكرت في فكرتين يكونوا مقابلين للأطفال دول من جوه البيت، وما حاجات بسيطة، منها كفتة داوود باشا وبيتزا للاطفال مخصوص، وكفته داوود باشا برضو للاطفال مخصوص، يعني مش زي اللي احنا بنعملها لينا. ازاي؟ دي اول حاجه الطماطم الصلصه. انا عامله كميه يمكن حوالي كيلو ونص طماطم او اكتر شويه، لان انا هستخدمها بين حاجتين، بين صلصه داوود باشا كفته داوود باشا وبين صلصه البيتزا. فلذلك انا مكتره الكميه شويه، وحاطه معاها بقى الاتي: كوسه، فلفلايه حمراء دي وزنها 270 جرام، الفلفله دي وزنها 270 جرام، وثلاث بصلات او 4، 3 كوسات، ولو عندك جزر حطي. يعني في الاخر هي عباره عن صلصه بالخضار، مش صلصه عاديه، لان هدفي منها ان انا بغذي الطفل الضعيف ده اللي هو ما بياكلش خضار، ما بياكلش رز، ما بياكلش حاجه، ووزنه اقل من الطبيعي ويبقى عنده مشكله صحيه. فانا بحط كل الخضار اللي عندي في الصلصه. كمان هدور في الثلاجه عندي على بنجر، لو لقيت احط. فانت اللي عندك جزر حطي، بصل، فلفل الاحمر ده طبعا خطير جدا، فلفلايه كبيره كده محترمه، دي الفلفلايه دي 270 جرام يعني اكتر من ربع كيلو، وبصل مثلا ربع كيلو، كوسه على خيار، كوسه على جزر مثلا ربع كيلو، بنجر لقيتي حطي. هحط توم دلوقتي، هحط فصوص توم، هحطها كمان عليه، التوم طبعا مضاد حيوي وبيزيد المناعه. لما اهو توم اهو، هحط شويه توم محترمين. لما هاجي هتبل ضروري بالزنجبيل، وانا عندي زنجبيل فريش هنا اهو، هحطه بردك، مش هتبل ده، انا هحطه اضربه مع الصلصه. ودلوقتي انا هجهز خضار الصلصه ده كله، هجهزه، ولما اجي احطه في الخلاط قدامكم هتشوفوا عملته ازاي. انا طبعا هقطع دي قطع صغيره، دي هبشر الكوسه، لو في بنجر هبشره، لو في جزر هبشره، البصل هقطعه قطع صغيره، الى اخره. هجهز الخضار كله ده، وساعة ما اضربه في الخلاط هوريه لكم انا بعمل فيه ايه، لان انا بعمل صلصه مش عاديه، صلصه بالخضروات عشان طفل يكبر وينمو وياكل ويدخل جسمه كل المكونات اللي هو محتاجها في عنصر اسمه الصلصه. هضيف عليه بقى كفته داوود باشا اللي هعملها، وبرده مش هعملها عاديه، برده هعملها فيها مكونات زياده وبشكل مختلف عن اللي احنا بنعمله لينا ككبار، عشان يبقى مقبل للطفل. وهضيفها على الصلصه، وهعمل قدامكم داوود باشا، والصلصه دي هاخد منها جزء واخليه عندي، ويمكن بالليل او بيوم تاني هعمل لكم منه بيتزا بصلصه للاطفال برضو اللي نفسهم مش مفتوحه للاكل، واللي بيرموا الحاجات اللي فوق، اللي ياكلوا القشور ويرموا الباقي، والقصه دي كلها هختصرها انا في الصلصه ديت. دلوقتي انا هجهز الخضار ده وهوريكم الصلصه هعملها ازاي، ولقيت بنجر عندي في الثلاجه هحط بنجر كمان. ماشي. دلوقتي الخضار انا جهزته، قطعت البصل، قطعت الفلفل، شربت الكوسه، وادي الثوم. دلوقتي انا اللي هعمله ان انا هاخد طماطم جزء منها هحطه في الخلاط، انا هضربها طبعا على مرتين لان يعني ايه الكميه كبيره. هحط جزء من الطماطم كده، وابتدي اخد شويه من الخضار عشوائي كده، الكوسه، ولو عندك جزر حطي، ولا اي اضافه عايزه تضيفيها تضيفيها، وثوم، واصب عليهم ميه شويه حلوين عشان يضربوا كويس، وهضربهم في الخلاط. ده اول خلاط ضربته، بوريكم شكله ازاي. ضربته حوالي 3-4 دقايق، اكتر مفيش مشكله، انت قوه خلاطك. ماشي. ودلوقتي هعمل الخلاط التاني، اذا خلصوا خلاطين اوكي، خلصوا على 3 اوكي، انا معاكم. تاني خلاط بقى هجهزه زي ما جهزت الاولاني، وهضربه وهوريه لكم. ده تاني خلاط يا جماعه. طب وفاضل لسه نص خلاط كمان. طب انتوا هتقولوا ليه الكميه دي كلها؟ انا الكميه عاملاها دي كلها عشان تقعد في الثلاجه اسبوع 10 ايام مع الام، تاكل منها البيبي الصغير ده اللي هي مهمله فيه، او ما بتاكلوش او ما بياكلش. وفي نفس الوقت اللي هعمل داوود باشا هعمل لها كور صغيره قوي، وهتشوفوها دلوقتي تبقى مفرحه له، وهتبقى عايمه جوه الصلصه، بحيث هتعمل المكرونه
مكرونه زي دي كده، تكون بتشرب الصلصه، تكون اللي هي الصغيره اي شكل كان، فيها اشكال كتير قوي 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 المكرونه. هنا المكرونه زي دي او اي نوع زيها، اصغر شويه اكبر شويه، بس كل ما صغير كل ما يبقى احسن. هتبتدي تعمل، قوم تسلق المكرونه وتصب بقى الصوص ده بكميه مع داوود باشا. بعد ما سلقت المكرونه وتقلب وتدي للبيبي، هتديه طبق كده مليان مكرونه عايمه في الصلصه، جواها كرات داوود باشا الكفته، هتبقى مشهيه له جميله. وطبعا هي جواها كل الخضار اللي احنا اتفقنا عليه، كوسه وجزر فلفل احمر بصل توم، هي جواها حاجات كتير، بنجر لو كان فيه بس انا ما كانش عندي وما حطيتش، خفت يغير الطعم فما حطيتش. فالمهم المكونات دي كلها، الطفل لما ياكل طبق مكرونه مش يبقى مكرونه، ده يبقى مكرونه بالخضار الكامل مع اللحمه داوود باشا، اللي انا برضك دلوقتي هدخل فيها شويه خضار، دلوقتي تشوفوها وانا بعملها ازاي. فهتبقى مكون رائع للطفل، هياكله هيبقى المكرونه كده وهي صغيره كده جوه الصلصه بتجري جواها، بياكل الصلصه اكل مع الكفته مع المكرونه، هتبقى وجبه خطيره جدا جدا. وفي نفس الوقت بعمل كميه كبيره ليه؟ عشان تقعد عندها، مش كل يوم هتعمل هي الاكله دي، تشيلها في الثلاجه عندها وتطلع له منها كل يوم طبق، ياكلوا طبقين اللي نفتح نفسه ليه. اما بقى في صلصه هناخد منهم شويه صحيح، هشيلهم عشان البيتزا. ودلوقتي انا هعمل اخر بقى الكميه منهم، هتبقى تقريبا نص خلاط، والخلاط ده هصبه وهعمل التاني باذن الله. خلاص انا خلصت كل الصلصه كلها في الخلاط، ضربتها بالخضار، الطماطم كلها اللي انا كنت مسبكاها اصلا، زي ما انتوا عارفين بسبكها وهي سليمه. هنا طبعا عشان هو بيبي وانا بغذيه، مش هعمل بقى المكرونه بالزيت، لا، ولا البابا، ولا اللي هي اسمها اللي انا عاملاها حاليا الكور دي اسمها ايه، والله نسيت اسمها، داوود باشا. ده مش هعملها بالزيت، لا انا بعملها بالسمنه البلدي، علشان انا ايه هدفي، ان انا بغذي الطفل دوت، النمو بتاعه والغذاء بتاعه. بحط سمنه بلدي كتير على شويه زيت، يعني بحط دهون شويه محترمين ومعظمهم سمنه بلدي، وهرفعهم على النار وهحط عليهم الصلصه واوريكم الخطوه الجايه. هنا انا حطيتهم على النار، ابتدوا يسيحوا من شويه، معظم السمنه ساحت. انا على فكره في التتبيله بتاعت الصلصه دي مش هحط سكر، لان الخضار البصل والطماطم مع الكوسه مع الحاجات دي الواحد بس سكرها زياده، اعتقد مش هحتاج سكر. هحط الاول نص الخلاط اللي انا ما كنتش صبيته قدامكم، ده نص الخلاط الاخير اللي قلت لكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين الحله اللي انا كنت عاملاها قدامكم اللي هي كانت خلاطين، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الكميه وافيه، هوطي النار عليها وهسيبها بقى ايه، ممكن انقصها شويه عشان هي زياده، وبعدين ارجع تاني احطهم لما تسبك شويه عشان ما تقعش مني على البوتاجاز. وبعد ما تتسبك بقى هوريها لكم. انا دلوقتي هعمل ايه بقى، هروح اسيبها وهي بتتسبك، هعجن بقى ايه داوود باشا الكفته، هقول لكم بتتعمل ازاي. هنا يا جماعه حضرت بقى المكونات بتاعت كفته داوود باشا نفسها. ايه هي؟ نص لحمه مفرومه، بصلتين حلوين، وفلفلتين او 3 صغيرين فلفل رومي، والرده. طبعا انا مش عايزه الخضار يبان خالص، فانا ما عنديش كبه، او كبه بمعنى اخر باظت مني، فانا هستخدم مطحنه الخلاط في ضرب البصل وفي ضرب الفلفل، بحيث يكونوا معجونين خالص كده، وهضيفهم على الكفته على اللحمه المفرومه والرده، وهعجن قدامكم والتوابل، وهنشوف القصه توصل لايه. ماشي يا جماعه. هنا طحنت البصل في اللي هي المطحنه بتاعت الخلاط، عشان الكبه قلت لكم عندي بايظه، والفلفل فبقى ناعم قوي كده، لو عندك كبه يبقى افضل. وبعدين هنا اهوت التوابل، فلفل اسمر معلقه صغيره، حوالي معلقتين صغيرين اقل شويه ملح، معلقه صغيره زنجبيل، ونص معلقه صغيره سماق. هي دي كلهم بيزيدوا المناعه، السماق والزنجبيل ده بيزيد المناعه. طبعا عندي اللحمه هحطها نص كيلو، وطبعا عندي الرده اللي انا هحط منها لغايه لما تبقى العجنه كويسه معايا، وهجيلكوا بعدها ان شاء الله.
هكمل عجن فيها واشوف حيائها مظبوط. لو كان ناقص حاجه هحطها، وطبعا كل واحد بيبقى ليه حياء ومننا. وهبتدي قبل ما ادورها بقى هقول لكم ندورها ازاي. انا كده خلاص يا جماعه خلصت عجني فيها، ودوت حياء لقيته مظبوط مش محتاج حاجه تانية. وهوريكم بقى الكور بتبقى ازاي. احنا ككبار بنعملها كفته داوود باشا بتبقى كده، بيبقى الحجم ده. لكن انا بعملها البيبي صغير عايز يحس ان هو بيلعب وهو بياكل. اصغر المكرونه واصغر حجم في الكون بلعبه، وبخلي الحاجات دي عايمه جوه الصلصه، فبيبقى فرحان وهو بياكل. هو ملوش نفس للاكل، انا بساعده على ان يفتح نفسه للاكل. بعملها يمكن كده ويمكن اصغر عن كده يا جماعه. اهي يا جماعه مفيش زي البونبونه دي، عشان انا بعملها لبيبي 3 سنين مش لكبار. اهي يا جماعه كده ويمكن اصغر عن كده. انا هبتدي على الحجم ده، هخلص الكميه دي كلها، وبعدها طبعا هبتدي ايه، هاخدها بقى بشويه سمنه على زيت واحمرها واضيفها للصلصه. خلاص دي كلها ايوه كتير انا عارفه، بس هي تستاهل بصراحه علشان ولادنا. وانا هكمل الكورات دي كلها وبعدين اوريها لكم بعد ما تكمل. وخدوا بالكم من الحجم قبل ما اخلص. شوفوا الحجم قد ايه، قد البونبون، قد اللبانه الكبيره شويه اللي كانت مدوره بتاع الزمن ديت. ماشي يا جماعه، هسيبكم شويه واكمل الشغل اللي عندي. دلوقتي انا خلصت البولز، عملتها كلها الحمد لله بالحجم اللي قلت لكم عليه. حجم يناسب طفل عن 3 سنين عايزه تلعب بيه عشان ياكل ويفتح نفسه ويلعب ويتبسط، وده الهدف. طلعوا ما شاء الله حوالي 120 بولز يمكن اكتر. وطبعا اهم حاجه في الموضوع ده كله، لو عندها طفل ناقص تغذيه كده وما بياكلش ونفسه وشافته انه بقى ضعيف، تتجه لدكتور تغذيه. يعني انا بجتهد بس بقدم صنف، انما الصح للام انها ما تسيبش ابنها ابدا ينمو ضعيف، ما ينفعش. دكتور تغذيه هيديها كل الملتزمات بتاعت الاكل كلها اللي هياخدها. وان شاء الله كل اولادنا واحفادنا يبقوا تم الصحه واحسن حال ونمو سليم ان شاء الله. ودلوقتي هبتدي في الخطوه التاليه بتاعت بقى خلاص، هبتدي احمر في الكرات واحط عليها الصوص واجهز داوود باشا. في بقى فكره ان انت ممكن تعمليها تحمريها كلها وتشيليها، او تحمري جزء وتشيل جزء من التحمير. وكمان لما تحمريها كلها او حتى لو مش كلها ما تحطوهاش كلها في الصلصه مره واحده، خلي شويه محمرين. ممكن الطفل يزهق من في الصلصه ياكل المحمره، فانت بقى كيفي الموضوع بحيث تستفيدوا منه كويس. انا بالنسبه لي هعمل لكم طاسه واحده بس انا استخدمها بالنسبه لي، وهقول لكم المكرونه معموله ازاي بيها كمثال. وانت بقى عندك التفكير الكتير اكتر مني، انك انت تهيئي الموقف اكتر من كده. ماشي اوكي. دلوقتي الصلصه لما صلصت بسم الله ما شاء الله جميله، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر، ما حطيتش سكر زي كل مره لان احنا عندنا الخضروات كلها مسكره. ودلوقتي هرفعها على النار وهحط مكانها كفته داوود باشا، هحمرها وهضيف عليها الصلصه اللي بعد كده هحطها على المكرونه. هنا يا جماعه احط الزيت، احط كميه كويسه لا باس بيها. انا هحمر على قد الطاسه كده. الزيت سخن يا جماعه، اوطي شويه كده انزل لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالقدر اللي هو يكفي هنزل اكتر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ويسيب على حته متقلبه دلوقتي لغايه لما تاخد من تحت. دلوقتي اتحمرت انا ما شاء الله. كده احط الخلطه صلصه المكرونه بقى. ما شاء الله يعني نحط كويس مع نفسها. نعلي بقى النار شويه تاني، انا كنت حطيتها قليلا. شوف بقى يعني لا حاولت كانها بغرق الدنيا يعني. هسيبها بقى مع نفسها كده 10 دقايق كده وهنقفل عليها وتبقى كده الصلصه اتعملت. هي الصلصه عندنا لسه موجوده طبعا، هنعمل بيها كل الحاجات اللي احنا عايزينها، ومن ضمنها البيز اللي انا عامله لكم ان شاء الله بكره الصبح ان شاء الله.
النهارده انا تعبت على كده. ودلوقتي انا لسه ما خلصتش، انا لسه هسلق شويه مكرونه واوريها لكم ازاي تتعاملي بالمكرونه للبيبي اللي عندكم. هسيبكم كده 5 دقايق، هسلق المكرونه وهرجع لكم تاني، ودي تكون على النار موطيه عليها كده. بقى انا طفيت عليها كده تمام، خلصت كده وما شاء الله عليها. في طبق صغير كده من غير ما احطه على المكرونه وتشوفوها الاول اهي. بعد ما غرفتها الكور شوفوا قد ايه جميله والصلصه جميله. حطوها بقى على شويه مكرونه للاطفال وتكونوا الصوص كتير كده فيها، هياكلوا ما شاء الله باذن الله تعالى، وصحه وهنا عليكم وعلينا جميعا. كده انا غرفت كميه البيبي اهوت. ادي طبعا دي كتري واكليهم وشبعيهم واديله تاني وتالت، بس انا غرفت كميه معقوله دلوقتي. ادي المكرونه الزغنطوطه معاها الكور بتاعه كفته داوود باشا والصلصه الكتير، وهنا اهوت موجوده لوحدها. زودي له لما عاوز زياده تزودي له، تحطي له تغمسي له بعيش فينو. يعني دي الافكار الفكره اللي جات لي. وان شاء الله الصوص ده بكره هعمل لكم بيتزا تاني الاطفال برضو اللي هم بينيقوا من الاكل ولا ده يرموا ده ويتفتفوا ده. اعمل لكم بيتزا بسيطه جدا وجميله جدا جدا ليهم يفطروا بها الصبح. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، يا رب يفيدكم كلكم، امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.